مخنوقين صح؟ وانا كمان والله. طب ما تيجي نفضفض، يمكن نفك. انا عن نفسي مخنوقه من صناع الدراما. اعزائي صناع الدراما، احنا فين؟ احنا فين الشعب العادي الطبيعي المتوازي الاضلاع المنسي المطحون؟ احنا فين من رؤيتكم؟ فين من صناعة الدراما احنا؟ يعني انتوا سبتونا فين وكملتوا؟ يعني احنا شعب يستحق الدعم والشفقة احيانا. هل لو انا نزلت دلوقتي في الشارع الاقي الناس كلها مليونيرات وكل بقى خد 50,000 جنيه، خد 200,000 جنيه، خد 300؟ انا لو نزلت هلاقي كده، عشان هي لو دايره كده فانا ما خدتش بقى. فيعني ننزل نتحاسب. يعني لو العربيات اللي هي الرانج روفر اللي هي المرسيدس الجي كلاس والبي ام دبليوهات الكتير اللي في المسلسلات بتتوزع على بطاقه تموين، قولوا لي بس منفذ البيع فين والله وتكسبوا فيا ثواب. اصل احنا المنفذ بتاعنا مفيهوش غير زيت وسكر ورز وكيسين ملح وباكو شاي باين، فما عندناش بقى. يعني لو تقولوا لي منفذ بيع البي امات فين والرانج روفر ادوني رنه اللوكيشن وانا هجري اروح على طول. مش طبيعي. وبعدين الناس تقول لك انا رايح لبنان، انا رايح مدغشقر، رايح زنجبار، ويطلع الفيزا في ثانيه ويسافر. الطيران بقى اسهل من ان هو يقطع تذكره القاهره اسوان في القطر يعني. عادي يحط رجله في قلب الطياره بقى مسافر دلوقتي. حضرتك انا فيزتي اترفضت مرتين من تونس ولغايه دلوقتي مش عارفه اسافر، اللي هي بلد عربيه. لا سمح الله ما طلبتش شنجن مثلا. هو في ايه يا جدعان؟ وبعدين لو الذبايح سهله كده، لا خد هات لنا بقى رقبه ذبيحتين بقى دلوقتي، عجلين كده نذبحهم تحت رجلنا عادي. الحاجات دي سهله. امال انا امي ليه بنعمل جمعيه كل سنه ونقبضها قبل العيد بشهرين عشان نعرف نجيب ونخش في عجل بتاخد ايه ربع وانا ربع؟ ما يعني ما بنجيبش عجل على بعض ليه بقى؟ ما بنقعد نفاصل مع الراجل في 1500 جنيه على الفتو اللي هو اخر شهر، وعشان ايه نشتريهم برضو قبل ما يغلى، مع انه كده كده بندفع ثمن على الفتو. بس المهم ما حدش يغفلنا. الذبايح بقت سهله ولا ايه؟ وسبحان الله سبحان الله، كل الناس في المسلسلات ساكنين في قلب الكومباوندات. اللي هي الاعلانات بتيجي مع استاذ كريم عبد العزيز يقول لك بقى السمارت بتاع عرفني شافوا السمارت دور، شافوا عرفوا ماشي بقى يفتح الستار ويقفل الستار ويفتح النار ويقفل النار. احنا واستاذ عمرو برضو واستاذه كنده عاملين اعلان لووتر مارك ومارك فيل وبيتخانقوا بقى اللي هو يا رب مشاكل من النوع ده. يلا الحمد لله احنا مش بنحسد، احنا بنقر يعني، ما حدش فهمنا غلط يعني. المهم احنا مش عايزين ان كل الناس تبقى ساكنه في قلب التجمع ده. تجمع لبعض الناس الاغنياء، احنا ايه اللي دخلنا في تجمعاتهم؟ ما تودوناش هناك. مالها شبرا، مالها المطريه، مالها الالف مسكن، مالها مايو، ماله عزبه النخل، مالها الناس الطيبين دي؟ ليه ما نروحش نصور عندهم؟ مالهم بيعضوا؟ ده حتى لما عملت مسلسل في السيدة زينب جبت لنا المعلم جعفر العمدة عنده 11 كومباوند بس ما يقدرش يسيب بيت السيدة عشان ما يزعلش ابوه الحاج عبد الجواد الله يرحمه والحاجة صفصف. فقاعد بقى في بيت السيدة عشان هو بيحب بيت السيدة، وهيسلف عايدة اسمها ايه دي مراته اللي هي زينة، هيسلفها 40 مليون جنيه. انا والله لازم ما عارفه اقول الرقم. 40 مليون جنيه عشان ايه؟ حاجه زي مؤخر الصداق كده. والله العظيم انا اعرف واحده صاحبتي كعب داير بتلف في المحاكم على 1500 نفقه لبنتها. يعلم يا عره. وبعدين الراجل الصعيدي الغلبان عم جابر اللي هو بيقوم بدور الاستاذ احمد العوضي، جابر الكوماندا في قلب مسلسل ضرب نار، يعني كنت متعاطفه معاه جدا، مع ان انا كان في اول كام حلقه مش فاهمه هو بيقول ايه ولا بيطجن ايه في الكلام، بس بعد كده تعاطفت معاه. يعني هو كانوا سبب في موت امه ودخلوه السجن، وبعد كده حرموه من مراته وخلعوه خلعوا مراته، وبعد كده خلوا ابنه سموه باسم واحد تعاطفت معاه. فجاه طلع من السجن بقى تاجر سلاح وعمال ومقتل 3 لحد دلوقتي وباين حاجه زي كده، وعمال بقى مدور كأن الصعايده شايلين السلاح على كتافهم وسارحين في يدوروا ضرب النار في خلق الله. كل شويه يقول لك انا صعيدي عياري ما يرجعش، انا صعيدي عياري ما يرجع. مين اللي قال الكلام ده يا بيه؟ مين اللي قال لك الكلام؟ والله العظيم انا اعرف ناس صعايده ما فيش اطيب منهم، يعني قلبهم بفته بيضه كده، كلامهم كله حكم، عمرهم ما موتوا حد. لا تخرج قبل ان تقول سبحان الله. وبعدين يا باشا انت لو نفسك في دراما تعالى وانا اقول لك، هغششك يعني، انا هعز عنك، انا احكي لك. عايز دراما تعالى اقول لك على الدراما. اب وام اتزنقوا على دخلة رمضان بمرتب شهر واحد، رمضان بفوانيسه، عيد يعني كحك عيد وهدوم العيد وعديات ومدارس ودروس وامتحانات، والعيال عشان الجو اللي عمال يتشقلب ده نصهم بيكح ونصهم بيعطس، واهاليهم قاعدين بيهم من الفطار للسحور عند دكاتره الصدر والاطفال. دراما دي ولا مش دراما؟
او مثلا شاب بيشطب شقته عشان هيتجوز على العيد او بعد العيد، بعيد عنك كده وعن السامعين. وحاليا في نجار وسباك ونقاش وكهربائي وفن دش بياخدوا من لحمه الحي عشان يصرمكوا ويدهنوا ويعلقوا الاسبوتات في الجبسون بورد عشان الواد يلحق يا دوب يتجوز. ده غير الهدايا والعزومات ودخلة العيد، واحنا في سواد اسود. دراما دي ولا مش دراما؟ او مثلا ناس ارزقيه ولا على باب الله مرتباتهم ما تعديش ال 2000 جنيه في الشهر. الناس دي عايشه في اوضه ايجار ب 1000 جنيه وبيدفعوا غاز وميه وكهرباء، واحيانا الكهرباء دي بياخدوا عليها والكعب كده ويروحوا يجدولوه مع الكهرباء ويدفعوه حته اللي هو مثلا ممكن يكون كله على بعضه 200 جنيه، بس هم ما ينفعش ياخدوه مره واحده يدفعوه كده بلاش. وبعدين يخش عليهم اكل وشرب وعيال ومصاريف وميكروباص ومواصلات ويطلعوا فلوس صدقه، والواحد مش عارف الفلوس دي بتقضي منين، بس ربك بيسترها. دراما دي ولا مش دراما؟ فاحنا عاوزين من الاخر يعني مسلسلات شبهنا، الله يبارك لكم، مش شبه ناس مش شبهنا عشان احنا ما نشبهش يعني. انا اتلخبطت ولا الله يسامحكم. المهم انتوا فهمتوني، هو ده اللي احنا عايزينه.